بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد. نفسك تفرخ زغلول سليم بدون أي أمراض وبدون أي مشاكل. نفسك تفرخ زغلول النمو عنده يبقى سريع، ما يحصلكش بقى المشاكل بقى اللي هي الفرد الحام تلاقي العظم السري معوجة والفرد الحام كاشش وناشف وما بيكبرش وتحس إن هو يعني عنده ضمور. نفسك تفرخ فرد حمام بطل من وهو في الطاجن ويساعدك ومناعته تساعدك ان هو ما يخترقوش اي مرض مع المستقبل. نفسك تاخد من الحمام الكبير عشوش ورا بعض كتير وتبقى سريعة الانتاج ويبقى حجمها كويس. عايز تفرخ حمام زي ما انت شايف، ده حمام يا جماعة يعني عمره حوالي 20 يوم ما شاء الله. بنستخدم المنتج اللي هنتكلم مع حضراتكم عليه النهارده، بس الاهم من كل ده بفكركم وبذكركم ان عشان تفرخ فرد زغلول سليم خالي من اي مرض لازم الاهالي تكون خاليه من اي مرض. لازم قبل ما تدخل الحمام على بعضه تكون عاتل حمامك قرص وقائي من جميع الامراض وتدخل الحمام ينتج وهو سليم مفيش عنده اي مشاكل، لان المرض بينقل للبيضه وهكذا. حتى لو البيضه سليمه والفرد الزغلول طالع والاهالي عنده مرض كنكر او سالمونيلا وهي بتاكل الزغاليل بتنقلها المرض، فبالتالي بتقعد تلف حوالين نفسك ومش عارف السبب من ايه. فلازم الاهم يكون الحمام عندك سليم ما شاء الله. الحمام ده من اشهر وافضل حمام على مستوى العالم ونتائج مشرفة خارج وداخل مصر. ده مش موضوعنا هو ازاي تفرخ فرد زغلول زي ده. هقول لك اهتم بفيتاميناتك، اهتم بالمكملات وبالتحديق وكل البرامج اللي اتكلمنا عنها قبل كده المعروفة واللي الناس مش واخدة بالها منها. هقول لك الخميرة، موضوع حلقتنا النهاردة هي الخميرة. استخدامك واهتمامك بالخميرة هو سلاح ذو حدين. الخميرة يا جماعة علاج ودواء فيتامين وفي نفس الوقت علاج من افضل مضادات السموم الطبيعية بدون اي مشاكل واعراض جانبية هي الخميرة. فرد الحمام لما طبعا بتحبسه لازم تهتم بيه، وفي حمام بيبقى محتاج انك تساعد مع الاهالي ببعض من المكملات. أهمية الخميرة يا جماعة عند الحمام، الخميرة مضاد سموم ممتاز جدا. الخميرة ما بتحسسش الحمام بالعطش، ما بيقبلش على المية بصورة مستمرة، لأن الحمام لو عنده مرض بيشرب مية كتير بيتصح طبعا البكتيريا. بنشوف الموضوع امتلاء الحوصله بالميه وتعفن الحوصله. الخميره يعني بتحد من الموضوع ده وبتخلي الموضوع ده يبقى قليل ونسبه حدوثه للفرد الحمام ضئيله جدا. الفرد الزغلول زي ما حضراتكم شايفين لسه عمره يعني داخل على 20 يوم وعامل ازاي. اقول لك بنستخدم ايه معاه مع كل البرامج اللي اتكلمنا عنها. بتنزل لاقرب صيدليه بشريه بتقول له لو سمحت انا عايز خميره بشري زي ما حضراتكم شايفينها كده. ده يا جماعه برطمان خميره بشري ثمنه 15 ل 20 جنيه زي ما حضراتكم شايفين. عباره عن اقراص بتدي لكل فرد حمام نص قرص، ولو حمام كينج او حمام روماني بتديله قرص لمده 30 يوم. انا بفضل انك تدي الحمام من سن 10 ايام لسن 30 يوم قبل الفطام. بتدي لفرد الحمام حسب نوع الحمام نص قرص لقرص يوميا من 10 ل 20 يوم، من 10 ل 30 يوم يعني 20 يوم متواصلين. وبتلاقي النتيجة ان شاء الله عندك. بتلاقي النتيجة عندك ان الفرد الحمام الكبير ما بيهلكش من التأكيل. بتلاقي الفرد الحمام طالع عندك صحة كويسة، مضاد سموم طبيعي، فيتامين ممتاز جدا، فلورا معوية. مشاكل الحوصلة بقى وأمراض الحوصلة ما بتلاقيهاش أصلا عندك فرد الحمام. مشاكل بقى اللي تلاقي الفرد الحمام بتحس إن هو مقرمد وكشاشان والفرد الحمام النمو بتاعه واقف. كل ده يا جماعة استخدامك واهتمامك بالخميرة مع باقي الحاجات اللي اتكلمنا عنها مهم جدا. وزي ما قلت لحضرتك قبل كده ان الفرد الحمام لو سليم هينتج زغلول سليم. الفرد الحمام لو في مرض البيضة بتنزل فيها مرض.
الزغلول مش هيصلح له حال. لو البيضه حتى نزلت سليمه، الفرد الحام جاله مرض مستجد وهو بياكل الزغلول هينقل للزغلول المرض. فتاكد دايما ان الحام الكبير يكون سليم، اهم حاجه. وبعد كده البرامج الوقائيه السريعه كل شهر زي ما قلت لحضراتكم قبل كده. ما شاء الله. ده يا جماعه بعض انتاجنا والخطوات المتبعه اللي بنتكلم حضراتكم عليها. لسه يعني شايفين يعني سن الزغلول لسه حتى مكساش تحت الجناح 20 يوم، والصحة ما شاء الله والحجم ما شاء الله. وما تنسوش الخميرة، قرص يوميا من 10 ايام لغايه ما يوصل سن الفطام 30 يوم، ولو حسب نوع الحمام من نص قرص لقرص. واهتموا بالمكملات، وما تخليش الاكل قدام الحمام عمال على بطال. اكل الحمام طقتين وتحته زغاليل، والحمام اللي ما فيش تحته زغاليل طقه واحده بس. يعني منها بتوفر كلفه ومنها ما بتهلكش الحمام. الهضم الحمام يا جماعه بيعمل له ارهاق، كتر الاكل عمال على بطال. الحمام اصلا بيتعلم التبذر، وبيرمي الحمام وبيرمي الاكل وبيهمله. كتر الاكل قدام الحمام ممكن يعني البراز عليه بقى، والامراض والكلام من ده تبقى عرضه بقى للكوكسيديا والكوليستريديا والامراض المعويه والامراض القاتله. ده يا جماعه كان يعني موضوع حلقتنا النهارده. لو اول مره تشوفنا ومش مشترك في القناه تشترك وتشرفنا، محتاجين دعمكم، وانتظرونا ان شاء الله في اللي جاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.